السلام عليكم. النهارده بقى جيت لكم بوصفة جديدة. هعمل معاكم الرز الاصفر اللي بجد احلى من بتاع المحلات، وقدمت معاه فراخ مشوية وشوية شيبسي كده. يلا بينا نشوف المكونات. هحتاج 5 معالق كبار سمنة، بصلاية وسط متقطعة ناعم، 3 كوبايات كبار رز مغسول كويس. هنا حطيت السمنة، واول ما ساحت نزلت عليها على طول بالبصل، وهشوحه لغاية ما يصفر معايا البصل. مش عايزاه يتحمر، انا عايزاه بس البصلاية تدبل معايا. واول ما البصلاية دبلت معايا وبقت بالشكل ده هنزل بمرقتين. انا بحب احط على البصل مرقة وهو بيتشوح، بجد بياخد بيكو الرز لحتة تانية خالص. وبعد ما المرقة اتمزجت معانا بالشكل دوت، هننزل على طول بالرز. وبعد ما ننزل بالرز هننزل بالتوابل. انا هنا استخدمت توابل برياني، ممكن تستخدموا بدلها معلقة كبيرة ممسوحة كاري ونص معلقة كركم. انا هنا استخدمت معلقتين كبار برياني ممسوحين. التوابل دي جميلة جدا، انا كنت جايبها من كارفور، ممكن تسألوا اي عطار تلاقوها عنده. وحطيت مرقاية تانية، وحطيت رشة كمون. وبعدين نزلت بالمية. المية انا عايزاها على وش الرز، مش عايزة الرز قد المية. حاولوا تقللوا المية، ولو عايز مية رشوا عليه شوية مية واقفلوا الغطا. ما تحطوش مية كتير عشان ما يطلعش معجن. هنا انا رشيت شوية ملح عشان حسيت محتاج شوية ملح، وقلبته تقلبتين لغاية ما غلى بالشكل ده. قلبته وبعد كده غطيت عليه وطيت النار خالص لغاية ما استوى معايا وبقى بالشكل ده. كان جميل جدا. وقدمت معاه فراخ مشوية وشوية شيبسي وزينته بالبقدونس، بجد كان طعمه تحفة. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير، ولو اول مرة تشوفوني انا اسمي رحمة، ويا رب اكون بفيدكم في فيديوهاتي. وان شاء الله المرة الجاية اعمل لكم وصفة جديدة وتكون سهلة وسريعة عليكم. اشوفكم المرة الجاية على خير وبألف هنا.